رودريجو هو واحد من احسن واكتر اللعيبه الاندر ريتد في العالم دلوقتي. دايما الكلام اللي بيبقى على مدريد، الكلام اللي على بنزيما، على فينيسيوس، على مودريتش، لكن الولد الغلبان ده محدش بيتكلم عنه. فانا جاي اديله حقه، لان رودريجو الشهير بفم حاجه من سنه وشويه كان في ناس بتطالب برحيله، لكن كل ده اتحول وبقى اساسي ومن اهم اللعيبه الموسم ده والموسم اللي فات كمان. وبعيدا عن ده فقصه رودريجو فيها حاجات كتيره جدا مهمه وحاجات كتيره ممتعه جدا انك تعرفها، كل ده رغم ان هي لسه قصيره. وبرضه هوريك شويه حاجات تبين لك اذا كان رودريجو ده فعلا هيبقى لعيب كبير، وده باين من بدري ولا لا. فلايك وشير عشان ده فعلا بيساعد ان الحلقه توصل ناس اكتر. ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان يستنى كل الفيديوهات الجايه. بس كده، اهلا بيك في كروس اوفر. انا عمرو زكي ودي قصه جديده من اما قصه. يا سلام. أما قصة عبرة صحيح. رودريجو مواليد 2001 9 يناير تحديدا في البرازيل، في حته فقيره جدا اسمها اوساسكو في ساو باولو. اهل رودريجو ابوه وامه كانوا صغيرين جدا لما رودريجو اتولد، ورودريجو حكى الموضوع ده قبل كده بدليل ان هو بيقول لمودريتش بابا، عشان كان بيقول ان مودريتش اكبر من ابويا بسنه واحده بس. المهم وقتها اهل رودريجو ما كانوش مهيئين خالص ان هم يربوا طفل، كان لسه صغيرين جدا، وده تطلب منهم مجهود كبير جدا وتضحيات كبيره جدا. يعني مثلا ابو رودريجو اللي هو ايريك كان لاعب كوره بس في فرق في درجات تحت شويه في الدوري البرازيلي، لكن لما رودريجو جه قرر ان هو يستغنى عن كل ده وساب الكوره وقرر ان هو يبقى موجود لابنه. وده مش غريب عن البرازيليين بمعرفتنا بلاعيبتهم، ان هم عندهم 3 حاجات مهمه في حياتهم: حب لاهلهم، حب لبلدهم، حب للكوره. فالمهم ايريك ابو رودريجو لما قرر ان هو يسيب الكوره قرر ياخد الحب اللي كان عنده للكوره ده يزرعه في ابنه. فبدا من وهو صغير بيحببه جدا في الكوره، كان مقتنع ان ابنه ده لازم يطلع لعيب كوره كبير قوي، وده اللي ينقل العيله لحته ثانيه. من وهو صغير ما كانش بيجيب له اي العاب غير كوره، وفعلا رودريجو حب الكوره جدا وبقى مهووس جدا باللعبه دي. واول حاجه كبيره حصلت له لما هو عنده 10 سنين، نادي سانتوس كلموه قالوا له عايزينك تبقى موجود معانا في فريق الناشئين. ونادي سانتوس ده اللي طلع اساطير كتيره جدا ومن اكبر الانديه هناك في البرازيل. وفعلا رودريجو راح معاهم وبقى موجود في الناشئين، وبعدها بسنه واحده لما كان عنده 11 سنه كان اصغر لعيب يمضي عقد مع راعي يبقى عنده براند ليه. وفي 2017 رودريجو مضى اول عقد احترافي ليه مع نادي سانتوس، كان وقتها عنده 16 سنه بس. واول مشاركه ليه مع الفرقه كانت في اخر 2017، واول تاثير حقيقي ليه مع الفرقه كان في يناير 2018 لما سجل اول جون رسمي ليه مع الفرقه. وساعتها ده اللي خلاه ينضم للقائمه اللي كانت رايحه تكون في الكوبا ليبرتادوريس، اللي هي زي الشامبيونز ليج بس بتاعت امريكا الجنوبيه. وقتها رودريجو بقى اصغر لاعب في تاريخ سانتوس كله يشارك في البطوله دي، ودي حاجه كبيره ان احنا بنتكلم عن ارقام قياسيه في نادي لعب فيه بيليه ونيمار. ومع ذلك رودريجو هو عنده 17 سنه بس لقى حاجه يقدر ان هو يكسرها. وكمان لما شارك قدر ان هو يسجل وكان عنده 17 سنه وشهرين بس، وبقى اصغر لعيب برازيلي في التاريخ يسجل في البطوله دي. وهنا بدات انديه اوروبا تبص على رودريجو، اسمه بدا يسمع لبره البرازيل، بالذات برشلونه وريال مدريد هم الاثنين اللي كانوا مركزين معاه قوي. لكن رودريجو كان عنده شخصيه قويه وبيعرف ان هو يفصل ويركز، ما خلاش ده ياثر عليه خالص، وفضل مركز مع فريقه، وكان دايما موجود في الماتشات الكبيره وبيقدم اداءات كبيره وبيسجل كمان. وفي موسم 17 18 مع سانتوس كان مشارك في 43 ماتش ما بين اساسي وبديل، مسجل 9 تجوان وصانع 3، وده رقم كويس جدا. احنا بنتكلم عن 17 سنه، يعني عيل صغير لسه. وفي شهر 6 2018 ريال مدريد قرر ان ما ينفعش لعيب برازيلي يسمع ويسيبه يهرب منه، وكلنا عارفين قصه العشق اللي بين ريال مدريد والبرازيليين. والكلام ده كله بادئ من ساعه ما نيمار فلت من ريال مدريد وقرر ان هو يروح برشلونه، وبيريز حالف انه مش هيسيب نيمار الجديد يطلع غير في ريال مدريد. ومن قبل كده حتى كمان ممكن من ساعه ما بيريز اختار بيكهام على رونالدينيو، وبعدها رونالدينيو بقى والحرفنه والحاجات اللي عملها مع برشلونه، بس يعني حكايه اخرى لوقت اخر. ساعتها ريال مدريد فعلا دخل وخلص مع سانتوس، واتفقوا ان هم يدفعوا 45 مليون يورو في لعيب عنده 17 سنه بس. رقم كبير جدا، ناس كتير ما كانتش مصدقاه. وساعتها كان الاتفاق ان رودريجو ينضم في يونيو 2019 لما يتم 18 سنه بالظبط. وفي سبتمبر 2019 رودريجو شارك المشاركه الاولى ليه مع ريال مدريد في الدوري قدام اوساسونا، والتاثير الفوري بتاعه موجود من اول يوم ليه. قدر ان هو يسجل بعد دقائق بس من دخول الملعب، وبعدها بشويه يلعب اول ماتش ليه في دوري الابطال ويسجل اول هاتريك ليه في حياته في ماتش خلص 6-0. الماتش ده كان قدام جالاتا سراي وقتها، وده اللي خلى رودريجو تاني اصغر لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في دوري الابطال، واول لاعب مولود في القرن ال21 يسجل هاتريك، طبعا في بطوله دوري الابطال بس يعني. وفي الموسم ده رودريجو لعب 29 ماتش، طبعا اغلبهم كبديل، لكن ارقامه كانت كويسه، مسجل 9 وصانع 3، وريال مدريد ساعتها قدر انه يكسب الدوري. ما كانش موسم فيه حاجات تانية منوره قوي رودريجو على المستوى الفردي، لكن كانت اشاره بتاكد لك ان انت جبت لعيب كويس في مستوى عالي جدا في سن صغير، قدر ان هو يظهر ويبان، فنوعا ما تطمنك ان فلوسك ما اترمتش في الارض. لكن الوقعه الاولى في مسيره رودريجو تيجي في موسم 2021. الموسم ده فعلا كان سيء جدا على رودريجو، ملوش اي حاجه تذكر غير جون واحد سجله قدام انتر في ماتش 3-2 كان جون الفوز، لكن باقي الموسم كان وحش. لعب 33 ماتش ما بين اساسي وبديل، مسجل جونين بس وصانع 9، فارقام اقل بكتير جدا من الموسم الاول، والمشاركات التهديفيه قلت جامد. وطبعا عارفين بقى الصحافه الاسبانيه ما صدقت، بدات تهاجم في رودريجو
وتقول ان فكره انضمامه لمدريد في الوقت ده بدري قوي عليه، وكمان بدا يتحط في نفس الجمله مع جاريث بيل من كتر ما الاثنين تاثيرهم مع الفرقه كان معدوم، واحد مقضيها جولف وواحد كانوا شايفين انه لسه بدري قوي انه يلعب في المستوى ده. واللي سخن كمان الموضوع اكتر ان وقتها فينيسيوس برده ما كانش مسمع، كان برده ماشي بشكل وحش واداؤه مهزوز، فكله بدا يقول لك ان ريال مدريد غالبا كده لبس مقلبين برازيلي زي الفل ب 90 مليون يورو، وده اللي خلى المطالبات برحيل الاثنين تبدا بدري قوي، قلل بسرعه خسارتك وبيع. طبعا الحمد لله ان ده ما حصلش. لكن مع نهايه الموسم ده لما زيدان مشي وانشيلوتي وصل، الدنيا اتقلبت بالنسبه لرودريجو. هو انشيلوتي معروف بحته المان تو مان مانجمنت دي، يعرف يتعامل مع اللعيب الصغير يرجع له ثقته في نفسه جدا، وفعلا رودريجو في موسم 21 22 اتحول خالص مع انشيلوتي. ما كانش لعيب اساسي زي فينيسيوس اللي خد مكانه على طول مع انشيلوتي بعد فتره صغيره، لكن رودريجو كان دايما السلاح المهم جدا اللي انشيلوتي بيسيبه على الدكه، ينزل يقلب له الماتش. كلنا فاكرين الافيه الشهير بتاع الموسم اللي فات بتاع تغييرات انشيلوتي المحفوظه، الدقيقه 60 كامافينجا ورودريجو نازلين. وتعالى بقى كده نرجع بالذاكره شويه للموسم اللي فات ونفتكر الذكريات المؤثره واللحظات المهمه جدا لرودريجو. صراع الدوري والدنيا كانت سخنانه، وماتش اشبيليه كنا خسرانين 2-0، رودريجو ينزل بين الشوطين يسجل الجون الاول، فالدنيا تبدا تسخن والريمونتادا تحصل ونكسب 3-2. وبعدها ماتش اسبانيول بتاع ال 4-0 لما رودريجو سجل جونين وتاكد وقتها فوز بالدوري. وفي دوري الابطال بقى لقطات بالهبل، ربع النهائي قدام تشيلسي لما كان نازل من على الدكه وسجل الكره الفولي اللي كان لعبها له مودريتش بوش رجله الخارجي، وساعتها رحنا الوقت الاضافي وبنزيما سجل وكسبنا وصعدنا. واللقطه الاشهر لرودريجو في نص النهائي قدام مانشستر سيتي لقطه الفم حاجه، رودريجو فما حاجه ما نعرفش، ترسل الكره مره اخرى، يمشي كارفاخال، يلعب كارفاخال، حاط الكره والثاني، فما حاجه يا الله. رودريجو يسجل الجون الاول في الدقيقه 89، وبعدها في الوقت بدل الضايع يسجل الجون الثاني، الرأسيه اللي طلع خدها من روبن دياز بعد اسيست من كارفاخال، وبعدها نروح لوقت اضافي يجي لنا ضربه جزاء، بنزيما يروح يدي الكره رودريجو يختار الفريق على نفسه ويقول له لا انت الاساسي وانت بتعرف تشوطها احسن، شوطها انت، ويكسب يسجل ونكسب ونصعد. ودي حاجه كويسه تاخد بالك منها، رودريجو ضحى بالهاتريك عشان مصلحه الفرقه، الاضمن بنزيما ابننا مضحي برده. وطبعا عارفين بعدها في النهائي قدام ليفربول ال1-0 وكسبنا، والبطوله 14 اتحققت، ورودريجو اللي ساب له فضل كبير جدا في البطوله دي. وهنا رودريجو فعلا كان حول كل الانتقادات اللي كانت اتوجهت له لمدح رهيب في نفس الصحافه، نفس الناس اللي كانت بتهاجمه هي اللي بتمدح فيه، وكله كان مسمي رودريجو وقتها بطل الرابعه عشر. والموسم ده 21 22 رودريجو شارك في 49 ماتش، سجل 9 وصنع 10، بس كلهم اهداف من ذهب، وفعلا يوريك تحول والتحسن من الموسم اللي فات للموسم ده. تعالى بقى للموسم بتاعنا بتاع دلوقتي ونروح لكاس العالم على طول، لان ده كان فيه الوقعه الثانيه لرودريجو. ما كانش اللاعب الاساسي، هو اسيست واحد عمله في دور المجموعات في الماتش اللي كان قدام سويسرا وقدام كرواتيا في ربع النهائي لما وصلوا ضربات الجزاء، رودريجو كان هو اول واحد داخل يشوط وراح مضيعها، وده على الضغط جدا على لعيبه البرازيل اللي هم كانوا اساسا قبل البطوله مرشحين الاول لانه يكسب البطوله، فماركينيوس كمان دخل وضيع، وساعتها هم الاثنين اتشيلوا الليله، رودريجو وماركينيوس، بس ماركينيوس بخبراته يقدر ان هو يعديها وما تقلقش عليه. واللقطه وقتها بعد الماتش ورودريجو قاعد بيعيط ومودريتش راح له وخده في حضنه وقعد يعيط حبه حلوين. موقف زي ده كان ممكن يخلص على الموسم خالص بالنسبه لرودريجو، لعيب لسه صغير بضغط كبير جدا، عنده 21 سنه بس، ما عندوش اي فكره الحاجات دي يتعامل معاها ازاي. لكن رودريجو قدر ان هو يتغلب على كل ده، مسح اللحظه دي من ذاكرته وقدر ان هو يعمل موسم لحد دلوقتي موسم مميز جدا. لحد دلوقتي رودريجو مشارك في 52 ماتش، مسجل 16 جون و11 اسيست، ودي اول مره في حياته يعدي 10 جوان و10 اسيستات، وده يوريك التطور اللي بيحصل من موسم عن التاني بالنسبه لرودريجو، كل موسم هو احسن من اللي قبله، والموسم ده لسه فاضل فيه شويه، فوارد ان الدنيا تتحسن كمان اكتر في الارقام. والاجوان اللي سجلها فيها حاجات مميزه، يعني الجولين اللي كانوا في ماتش تشيلسي في العوده، الجولين اللي كانوا في ماتش اوساسونا في نهائي الكاس. انا واثق ان رودريجو بعد فتره مش طويله اسمه هيتقال في احسن لعيبه في العالم، فعلا عنده كل المقومات اللي توصله لكده، مهاره موجوده، ايجابيه موجوده، رودريجو بيحب يلعب على الجون جدا، ودي حاجه مهمه، والارقام دي هي اللي بتعيش. والاهم من ده كله الشخصيه القويه، رودريجو لما بيتهاجم وبيقع بيعرف ان هو يقوم بسرعه جدا، زي ما حكيت لك الانتقادات بتاعت موسم 2021 وازاي حولها كلها كاس العالم، وازاي من انتكاسه او حاجه سيئه جدا في حياته ان هو احسن موسم في حياته. لقطه ضربه الجزاء بتاعت ماتش السيتي وان هو يضحي بهاتريك عشان خاطر الفرقه، ده يوريك العقليه النظيفه. نزوله من على الدكه دايما وده حاجه مش بتاثر فيه وبتحبطه، بالعكس كل ما بينزل بيبقى جاهز ومركز ودايما بيأثر وبيفرق، ولما بيتحط في اي حته في الملعب رودريجو شغال ما بيعطلش، فده لعيب هو فعلا نزل عايز يلعب كوره، هو مش جاي يتنك، مش جاي يتعالى على الكوره، لا هو نازل يموت نفسه. عقليه برازيليه ما يتخافش عليها بصراحه، زي لعيبه ثانيه برازيليين كتير تقلق منهم. وبس كده، هي دي قصه رودريجو والسقوط والتحول والعوده سريعا. حب رودريجو كان بيجبرني ان اديله حقه في الحلقه دي بصراحه، فاتمنى الحلقه تكون عجبتك وتكون عملت لايك وشير وسبسكرايب، وبس كده، سلام.